السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى أيها التلاميذ والتلميذات مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو آخرها، وهو يندرج في مدخل الحكمة بعنوان السبعة الذين يظلهم الله تعالى. ونستهل الدرس بقراءة للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طبعا ستجدون هذا الحديث يروى ببعض الاختلاف في بعض العبارات والألفاظ، وهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى بالحديث عن أوصاف هؤلاء السبعة وشرح بعض عبارات الحديث. لكن قبل ذلك أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة ليس المراد سبعة أفراد أو أشخاص، وإنما المراد 7 خصال أو أوصاف من تحلى بهذه الأوصاف 7 أو أحدها فإنه سيكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فلا بد من ضبط هذه المسألة. أول وصف من تلك الأوصاف 7 وهو الإمام العادل، وطبعا المقصود به هو الحاكم الذي يحكم الدولة أو السلطان، وكذلك من هو أقل منه، فيدخل في ذلك القاضي على سبيل المثال، ويدخل فيه بشكل عام كل من له ولاية وسلطة على غيره، كالأب في بيته، أو المدير في مصنعه، وهكذا. فكل من له سلطة وولاية على غيره فإنه داخل في الإمام العادل. الوصف الثاني وهو شاب نشأ في عبادة الله، ومعنى ذلك هو ذلكم الشاب الذي منذ صغره وهو ملتزم بعبادة الله تبارك وتعالى. الوصف الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه يحب المساجد حبا شديدا، ومن علامات ومظاهر حبه الشديد للمساجد أن قلبه دائما يبقى معلقا بها، تجده خارج المسجد بجسده لكن قلبه معلق في المسجد، ينتظر متى تأتي الصلاة حتى يذهب للمسجد لتأديتها. الوصف الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، معنى ذلك أنهما استمرا وداما على الحب في الله، يعني اجتماعهم ومحبتهم لوجه الله تعالى، وليس لطمع أو لدنيا أو لمال أو غير ذلك من المصالح الدنيوية الزائلة. إذن فهما قد داما على الحب في الله ولم يقطعاه أبدا، سواء اجتمعت أجسادهم أو لم تجتمع، وإنما الذي سيفرق بينهما هو الموت. فهذا معنى الخصلة الرابعة. الوصف الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أي أنها طلبته لفعل الفاحشة والزنا بها، إلا أنه استحضر عظمة الله تعالى ومراقبته فالتزم العفة والحياء خوفا منه سبحانه وتعالى.
ثم الوصف السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى ذلك أنه بالغ في إخفاء الصدقة وسترها حينما بذلها وأخرجها، حتى لا تعلم شماله أي اليد الشمال ما تنفق اليمين مع قربها وملازمتها له. هذا فقط تعبير مجازي للدلالة على المبالغة في الإخفاء، يعني ينبغي للإنسان أن يخفي صدقته حينما يخرجها حتى يكون ذلك سببا في الإخلاص. ثم الوصف الأخير وهو: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى وخشيته، فذكر الله عز وجل في مكان خال عن الناس فبكى وفاضت الدموع من عينيه. وقد قال النبي عليه السلام في حديث آخر: عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس المسلمين وعين بكت من خشية الله. طبعا هذه الأوصاف السبعة كلها يمكن أن نستخرج منها جملة من القيم. فبالنسبة للوصف الأول فيمكن أن نستخرج منه قيمة العدل. الوصف الثاني يمكن أن نستخرج منه قيمة الاستقامة، أو نقول النشأة على الطاعة والعبادة. الوصف الثالث يمكن استخراج قيمة محبة المساجد والصلاة فيها. الوصف الرابع يدل ويشير إلى قيمة إخلاص المحبة لله. الوصف الخامس نستنتج منه ضرورة التحلي بقيمتي العفة والحياء. والوصف السادس نستخرج منه قيمة الإخلاص في الإنفاق وتجنب الرياء، بمعنى أن الإنسان يخلص في صدقته لوجه الله وليس لكي يراه الناس. القيمة الأخيرة وهي الخشوع وخشية الله تعالى، فهذه قيمة نستنبطها من الوصف السابع. النقطة الموالية نقول بأن التحلي بهذه الأوصاف السبعة سبب في صلاح المجتمع واستقراره. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف السبعة إذا تأملناها فإنها قد جمعت جميع الحقوق الثلاثة التي ذكرناها قبل، وهي حق الله وحق النفس وحق الغير. فإذا قسمنا تلك الأوصاف السبعة على الحقوق الثلاثة فنجدها تندرج فيها جميعا. وطبعا هذه الحقوق تسهم في إسعاد الفرد وإصلاحه، وإذا صلح الفرد فإن صلاحه ينتقل إلى المجتمع فيصلح المجتمع ويستقر ويزدهر. النقطة الأخيرة وهي أنه لا بد من التحلي بهذه الأخلاق أولا، ثم لا بد من التعريف بها ودعوة الغير أيضا إلى التحلي بها، لأن ذلك من مقتضيات الإيمان، لأن الهدف الأساس من ما جاء في ذلك الحديث أن نتحلى بتلك الأوصاف، ومن تحلى بها فإن أثر ذلك يظهر عليه فيعيش السعادة في الدنيا والآخرة. ثم إنه لا بد من التعريف بتلك الأوصاف، لأن الله تعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من تعريف الغير وحثهم على التحلي بهذه الأوصاف. آخر ما نختم به هذا الدرس وهو ربطه بسورة يوسف. طبعا سيدنا يوسف عليه السلام قد جمعت له تلك الأوصاف السبعة كلها، فقد كان عادلا حينما تولى تدبير خزائن مصر، ثم حينما دعته امرأة العزيز قال إني أخاف الله، ثم إنه شاب قد نشأ على عبادة الله، ولا شك أن قلبه سيكون معلقا بالمساجد وبالصلاة، وأنه إذا خلا بربه بكت عيناه. كذلك
أنه تجمعه بإخوانه وإحبته المحبة في الله وليس لأطماع دنيوية. ثم لا شك أنه صاحب إنفاق وصاحب بذل وعطاء، وهذا قد ظهر حينما أعطى لإخوته الطعام مجانا، وبالتالي فقد جمعت لسيدنا يوسف تلك الخصال السبعة كلها. إذن هذه آخر نقطة في هذا الدرس. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان معاني الدروس الواردة عندكم في المقرر، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.